عزيزي، فكره انك تزرع اسنان دايما بتخوفك، وفي نفس الوقت شكل اسنانك مضايقك وعامل لك مشاكل مع الاكل، فمفيش حل غير انك تزرع او طقم اسنان، وفي الاغلب ما بيكونش افضل حل عشان هو مش مريح بالنسبه لك. فتعالى كده باختصار اقول لك ازاي تزرع اسنان في عياده الشامي في 5 دقائق. اول حاجه بتعمل اشعه مقطعيه ثلاثيه الابعاد علشان تحدد طول وعرض الزرعه، وهل احنا عندنا عظم كفايه نقدر نحط فيه الزرعه ولا محتاجين نزرع عظم. بعد لما بنخلص تعقيم بنبدا نشتغل. طبعا انت كعيان بتخاف من الدريلنج او الحفر لمكان الزرعه، مفيش حاجه تقلق لان احنا بنستخدم احسن انواع التخدير، وعندنا في عياده الشامي جهاز الانستيزيا بين اللي بيخدرك بدون ما تحس حتى بشكه الابره. بنبدا بعدها الدريلنج او الحفر لمكان الزرعه بنفس الطول والعرض اللي احنا وصلنا له او شفناه في الاشعه المقطعيه. وزي ما قلت لك ما تقلقش من الدريلنج او الحفر لان انت مش هتكون حاسس باي حاجه اصلا. بنحط بعدها الامبلانت او الزرعه بالمقاس المظبوط، وبعدين بنحط الكفر بتاعها ونستنى من 3 ل 5 شهور علشان يحصل حاجه اسمها اوستيو انتجريشن، يعني التلاحم العظمي المعدني. الزرعه تعشق في العظم فاقدر احمل عليها بدل ما انا احمل عليها دلوقتي فلا قدر الله الزرعه بعد كده تبوظ. تيجي انت بعد 3 ل 5 شهور تكون الزرعه عشقت في العظم، نبدا بقى جزء التركيب، نشيل الكفر ونحط الاباطمنت وناخد مقاس للطربوش. وبس كده، دي زراعه الاسنان في خطوات بسيطه بدون اي الم.